إزاي الذكاء الاصطناعي ممكن يخترع إجابات من دماغه تماماً ويقدمها لنا كأنها حقيقة؟ ده يعتبر دليل عشان نعرف نفرق بين الحقيقة والخيال في عالم الذكاء الاصطناعي. أكيد حصلت مع كتير مننا. تسأل الذكاء الاصطناعي سؤال ويرد عليك بإجابة واثق من نفسه فيها جداً. وفي الآخر تكتشف إن الإجابة دي كانت أي كلام غلط تماماً. شعور محير طبعاً. طيب هل ده معناه إنه بيكذب علينا عن قصد؟ لا، الحقيقة الموضوع أعقد من كده شوية. خلينا نفهم بالظبط إيه اللي بيحصل. أول حاجة محتاجين نعرفها هو مصطلح هلوسة الذكاء الاصطناعي، والموضوع على فكرة مش زي ما ممكن يكون في بالنا خالص. هلوسة الذكاء الاصطناعي ببساطة هي لما الموديل بيخترع معلومات غلط أو بيفبركها أو بيقول كلام مش منطقي، لكن المشكلة إنه بيقدمه بثقة تامة كأنه حقيقة مثبتة. عشان نقرب الفكرة، الموضوع شبه قوي لما إحنا كبشر نبص للسحاب ونشوف فيه أشكال معينة، أو نشوف وش على سطح القمر. الذكاء الاصطناعي بيعمل حاجة شبيهة، هو بيربط أنماط ممكن تكون مش موجودة أصلاً. طيب إزاي أصلاً الذكاء الاصطناعي بيفكر؟ هنا بقى لازم نفرق بين حاجتين مهمين جداً: التوقع والفهم. الفرق هنا جوهري. العقل البشري بيفهم السياق، بيستوعب الحقائق وعارف يعني إيه حقيقة، لكن الذكاء الاصطناعي كل وظيفته إنه يتوقع الكلمة اللي إحصائياً المفروض تيجي بعد الكلمة اللي قبلها. هو مش فاهم، هو بيرص كلام جنب بعضه بطريقة تبان منطقية. والجملة دي بتلخص المشكلة كلها. الذكاء الاصطناعي بيألف إجابة شكلها صح، لكن مش بالضرورة تكون هي فعلاً صح. هدفه الأول هو إن الكلام يبان سلس ومقنع، مش إنه يكون دقيق. وده بقى بينقلنا لنقطة خطيرة جدا: مخاطر الثقة العمياء، ولما الهلوسة دي بيكون ليها عواقب حقيقية في عالمنا. تخيلوا معايا كده خطورة ده في مجالات حساسة. في الطب مثلا، ممكن تشخيص غلط لورم يحوله من حميد لخبيث في الإجابة. في مجال المال، توقعات غير دقيقة للسوق تسبب خسائر بالمليارات. في القانون، نصيحة قانونية ممكن تودي في داهية. أو حتى في أوقات الطوارئ، ممكن ينشر معلومات مغلوطة تعمل كارثة. والمشكلة دي مش بس في النماذج الصغيرة أو اللي مش معروفة، لأ، ده حتى أكبر الأسماء في عالم الذكاء الاصطناعي وقعوا في أخطاء علنية وفضايح كبيرة. لو نرجع بالذاكرة شوية، سنة 2022 شركة ميتا اضطرت تسحب نموذج جالاكتيكا بتاعها بعد 3 أيام بس، لأنه كان بيطلع معلومات علمية غلط ومتحيزة. وفي 2023 شات بوت بارد من جوجل، في أول ظهور ليه للناس، قال معلومة غلط عن تلسكوب جيمس ويب الفضائي. طيب مع كل المخاطر دي، إزاي نقدر نستخدم الأداة الجبارة دي بأمان؟ هنا بقى يجي دور دليل الأمان للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. خلينا نكون عمليين. الذكاء الاصطناعي ممتاز جدا في توليد الأفكار، إنه يلخص مستندات طويلة أو يبسط مواضيع معقدة ويكتب مسودة أولى لأي حاجة. لكن في المقابل لازم ودايما نتأكد من مصدر موثوق لو بنسأل عن أي معلومة طبية أو نصيحة قانونية أو مالية أو أخبار عاجلة أو أي أرقام وتواريخ محددة بالذات. كل الكلام اللي فات ده بيوصلنا لقاعدة ذهبية واحدة، قاعدة بسيطة جدا بس لازم تفضل في بالنا دايما واحنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي. القاعدة دي بتقول الذكاء الاصطناعي هو مساعد وليس مصدر للمعلومات، يعني نستخدمه كأداة تساعدنا تلهمنا، لكن في النهاية المصدر الحقيقي للمعلومة لازم نرجع له عشان نتأكد. لكن هل ممكن العيب ده يتحول لميزة؟ هنا بقى بنشوف الجانب المشرق والمفاجئ لهلوسة الذكاء الاصطناعي. في المجالات الإبداعية بالذات، قدرة الذكاء الاصطناعي على الاختراع أو التأليف دي ممكن تكون هي الشرارة اللي بتولد أفكار عبقرية. يعني مثلا في الفن والتصميم، الهلوسة دي بتخليه يولد صور سريالية تحسها زي الأحلام، وأساليب فنية جديدة تماماً. في الألعاب والعوالم الافتراضية بيخلق عوالم مبتكرة وغير متوقعة. وحتى في عرض البيانات ممكن يكشف عن أنماط وعلاقات جديدة محدش كان واخد باله منها. إذن الهلوسة دي ليها وشين زي العملة. من ناحية هي عطل، ممكن يسبب معلومات مضللة خطيرة، ومن ناحية تانية هي ميزة، ممكن تكون مصدر إلهام للإبداع البشري. الخلاصة إن التكنولوجيا دي قوية جداً، جبارة، لكن في نفس الوقت فيها عيوب، والاختيار في إزاي نستخدمها وفي إيه نستخدمها هو في النهاية اختيارنا إحنا. يبقى السؤال الحقيقي مش هو الذكاء الاصطناعي ده كويس ولا وحش. السؤال الأهم هو إزاي إحنا نقدر نكون طيارين أشطر وأذكى في قيادة التكنولوجيا المذهلة دي، اللي هي برضو مش كاملة.